3 2 1 اكشن. يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمشاهدين. عشان الأستاذ زياد بيمنتج الفيديوهات ففي فجوالة مستمعين عشان الناس اللي بتسمعنا وهي بتذاكر. قال يعني في ناس المهم يعني يا اسطى مين هيسمعنا وعمال يسمع حلقه للمرضى النفسيين؟ معرفش والله. المهم يعني دي الحلقة الحلقة الرابعة سيزون 1 الحلقة ايبيسود 4 الحلقة الرابعة. حلقة بعنوان بودكاست عن الأمراض النفسية في الأفلام. اوكي. انطباعك الأول يا أستاذ زياد، وأنت يا أستاذ ده الضيف بعد على طول. الاول، الضيف الاول، ابدا بالضيف الاول. صح. ماشي يا أستاذ، إيه رأيك يا أستاذ بص باسم يا اسطى، في الأمراض النفسية في الأفلام؟ اول حاجه الامراض النفسيه في الافلام بالنسبه لي انا دي حاجه اصلا فيلم لوحده، ان هو يطلع غير الناس كلها، الناس بتحب الحاجه دي مش عارف ليه يعني. مم. دي حاجه بالنسبه لي ان اي حد بيتفرج على الافلام دي هو بيبقى داخل يشوف حاجه معينه، بس انا مش عارف ايه. انهي امراض؟ مم. طيب تتكلم عن انهي امراض بس عامه بتبقى عامه، ولا بتتكلم على عامه يعني بيبقى فيلم بيقتل ان عنده جنون، سايكوباثي، فاهم؟ ايوه تمام. بس توضيح ان المرض النفسي مش بس تبقى سايكوباث. تمام. يعني مثلا اغلب في الافلام دريم بتبقى حاجات ما كانوش سايكوباث، لما كانوا مدمنين، فمش شرط المرض يكون انك تبقى كانوا سايكوباث. مرضى على الادمان. بالظبط. وفيلم هير ما كانش سايكو، كان بس بيتكلم على الآلة، ممكن نعتبر ده جنون بس ماشي، ده بيحصل حاليا عامة. بيحصل معايا كل يوم اعتذر بس شفت. طب دلوقتي انا حابب اتكلم عن يعني الامراض النفسيه، نمسك شخصيه معينه ونقعد نتكلم عنها للاخر، فاهم قصدي؟ يعني مثلا نمسك الجوكر وفين 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 وعمل كام فيلم ومين اللي عملهم ومش عارف ايه، فاهم قصدي؟ والتقديمه ومين عملها احسن وهكذا. نبدا بالجوكر الاول. قشطه. الجوكر انهي نسخه؟ كلهم هم الثلاثه، نبدا بواحده وبعد كده نمسك في الباقي. بس انا اصلا عايز اتكلم عن من الاقدم، يعني من الاقدم للاحدث. من الاقدم للاحدث صح؟ لا بس خلي بالك في قديم خالص، في قديم مع الاخر. انا عايز اتكلم على اتنين بس. لا يا عمي، مثلا من بعد بتاع كريستوفر نولان لحد بقى الباقي. لا انا لو هتكلم عن هيث ليدجر وهتكلم عن خواكين فينيكس. دول الدورين اللي شفتهم بجد، ده سايكوباث تخاف منه. طب هات جاريد ليتو معاهم برضه، خد بالك جاريد ليتو معاهم. انا شفته بس ده قديم قوي. حد شافها هو اصلا؟ حلو بس يعني في حد شافها اصلا؟ ماشي الصراحه. بس هو انا شفت. اللي كان طالع في سوسايد سكواد. ما اعتقدش ان في حد شافها. صح، بس ما اعتقدش ان حد شافها. خواكين فينيكس يعني قوي، بس مش مشكله خلاص. يبقى انت لاست كمان نتكلم عنه مثلا كحاجه عايز تقولها عنه كده، مش مشكله. عامة النهارده هنتكلم عن حاجات كتير وعن افلام ومسلسلات كتير. ما تشرخش، ما تشرخش. احنا في الجوكر دلوقتي. لا ما انا بس بشرح والله الحلقه هتبقى عامله ازاي. بالكم معانا في الحلقه دي شويه، عشان الحلقه دي فيها كلام كتير قوي. نبدا بالجوكر. ابدا بالجوكر يا اخويا. من انهي نسخه؟ انهي فيرجن؟ كريستوفر نولان ذا دارك نايت. ماشي. هيث ليدجر، يلا اتكلم عنه انت. كريستيان بيل ولا ماشي؟ هيث ليدجر اللي هو مات يعني. هيث ليدجر انا بالنسبه لي جرافيك جوكر اتعمل لحد يومنا. تمام، انا معاك عامه. ان هو الوحيد اللي عرف يقلده صح، في نفس الوقت عرف يتقمص الدور لغايه ما مات بالجوكر. هم قالوا كده في الاخبار، مش عارف الحوار ده. بس هو ان هو مات، ان هو لدرجه ان هو اتقمص الشخصيه. نعرف ده حقيقي ولا لا؟ الموضوع ده ما يضحكش، ممكن يكون حقيقي. ما ده اللي اقصده، يكون حقيقي قوي. ممكن يبقى حقيقي. ده اثر التمثيل، وده اثر التمثيل على البشر. ايوه انت بتعيش الشخصيه، انت بتتمرض حرفيا، فاهم قصدي؟ يعني انت بس هو عامه بالنسبه لي هو احسن واحد بالنسبه لي. صح. انا اتفق معاك. هيث ليدجر بعيد عن ان هو احسن جوكر، هو ورانا جانب اعتقد انا اول مره اشوفه في الافلام،
كشخصيه شريره، بمعنى ان انا ما شفتش على الاقل لحد دلوقتي او قبل فتره معينه ما شفتش من قبلها شرير بالطريقه دي. يعني الشرير انا مش فاهم هو هيعمل ايه بعد كده، او مش الخطوه الجايه هتبقى عامله ازاي. شخص حركاته غير متوقعه تماما، شخص سايكوباث بطريقه مش طبيعيه، شخص ما عندوش اي مانع يعمل اي حاجه في اي وقت هو عايزها مهما كانت ايه هي، لدرجه ان هو كان ماشي ورا عربيه باتمان بوازيك بعربيه نقل وقعد يفجر في الهليكوبتر في الشارع. فده واحد ما عندوش اي ادنى مشكله ان هو يعمل اي حاجه في اي وقت هو عايزها، لدرجه ان هو ولع في الفلوس. يعني ما عندوش دوافع ماديه او معنويه شغال عشانها لما ولع في الفلوس. فاكرين؟ تمام. فده واحد بالنسبه لي واحد من اقوى واكتر الشخصيات المريضه اللي طلعت شفناها على الشاشه، وتأديتها من هيث ليدجر كانت في غير كده ان هو المفروض ان هو احسن واحد مثل لحد ما انا زي في الجوكر. ده اللي برضو اتفق معاك فيها. يعني دور الجوكر محجوز باسمه، وده صعب قوي ان حد يكسر القاعده دي، لان انا فعلا كنت خايف منه. لان الفتره انا بخاف منه. يعني في حد فيكم فاكر مشهد التأسيف لما اتحبس وكان قاعد يسقف لما كان الظابط اترقى؟ ايوه قاعد يسقف. انت متخيل المشهد ده عامل ازاي؟ انا خفت وانا هو بيسقف، فاهمني؟ انت عارف انا خفت منه لما كان باتمان بيضربه وقعد يضحك كده وينزل دمه من وشه. المفروض تقول رايك بقى، احنا الاثنين راينا. ماشي. انا هيث ليدجر اجمد واحد عملها الصراحه بس ده لا يمنع ان خواكين فينيكس يعني برضه في جوكر 1 عملها حلو. احنا بص، في حاجه مش هختلف عليها. خواكين فينيكس عمل واحد من افضل اداءات التمثيليه اللي شفتها في حياتي في الجوكر. جوكر 1 بس بتكلم على جوكر 1. اسمعني بس ده شخصيه واحد هيبقى سايكوباث. ده مش سايكوباث. ليه؟ لان الجوكر بتاع فيلم دارك نايت ده واحد هو اصلا اوريدي انت شايفه شرير. لكن الجوكر بتاع خواكين فينيكس ده واحد بيتبني انه في المستقبل هيبقى كذا، هو بيشرح لك هو بقى كده ليه. في فرق بين الاثنين طبعا. بس لكن كأداء تمثيلي لا طبعا خواكين فينيكس يكسب. يعني مش هيكسب، بس الفيلم كله قايم على خواكين فينيكس اصلا بتاع الجوكر 1. فيعني دي حاجه ما اقدرش اجي جنبها. يعني عمل اداء مش طبيعي. بس كفيلن هيث ليدجر احلى بكتير طبعا. فجر البتاع وفجر المستشفى، فجر المستشفى كفيلن. لا هيث ليدجر احسن بكتير. برغم على فكره ان ساعات خواكين فينيكس في فيلم الجوكر لما طلع في البرنامج وموت المذيع ضربه بالرصاص. موت روبرت دينيرو. تمام. بعد ما موته وقعد والناس طلعت تجري، شفت منظره عامل ازاي؟ ده ممثل بجد. بس طبعا اللي عمله هيث ليدجر لا هيث ليدجر ده واحد ما حدش يقرب. مش هقدر اقرب من هيث ليدجر بصراحه يعني. كله اللي هيث ليدجر بالظبط. او لحد ما يجي واحد برضه كويس. اعتقد ان كده كفايه على جوكر. نبتدي نخش على اللي بعد. عندك مين يعني خلينا في الافلام. انا كنت هشرح المسلسلات، يعني مثلا اشوف برلين اللي عنده جنون عظمه ده. لا استنى دلوقتي خلينا نتهم. احنا كنا نتكلم دلوقتي على الحاجات الجديده، كنا هنتكلم على الهير. وده هير. انا سمعت هير. شفت هير؟ ايوه شفت. شفناه. كل واحد يقول رايه كده، كل واحد يقول رايه عن فيلم هير. والله هو فيلم هير بيحاكي المجتمع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي حالا. خلينا نتفق بس هو الفيلم ده سابق عصره. ايوه بالظبط. خلينا نتفق على حاجه، ان الفيلم هير ده طلع قبل الذكاء الاصطناعي ب 10 سنين. طبعا. ايوه قبل شات جي بي تي وقبل كل حاجه. ما اعرفش ازاي يحسب له بالظبط ان الراجل كان متوقع اللي هيحصل بالظبط، وكانه كان شايف المستقبل يحصل فيه. فدي نقطه المخرج والكاتب بصراحه تحسب للمخرج والكاتب بطريقه مش طبيعيه. كملوا. بس انا شايف ان هو من رايي ان هو كان في مشكله ان هو ما بينش الراجل ده هو ليه كده. يعني هو هل عنده مرض، هل هو انطوائي ومجنون، مش عارف هو ليه كان بيعمل كده. بس هو الفيلم حكى ان هو كان شخص الوحيد لدرجه ان هو بدا يحكي روبوت يعني. لا وعامه هو في الفيلم كله كان جاي لك المجتمع كله كده. المجتمع اغلبه كده بيتكلم مع نفسه مع الشاشه طول النهار، ومش بيتواصلوا وبيتفاعلوا. ده صح. انا لسه مركز، لسه ملاحظ الحوار ده دلوقتي. فهو كان جاي المجتمع كله كده، مش خواكين فينيكس بس.
هو عامة احنا اصلا دلوقتي كده، يعني انت اصلا ما ده اللي تعرفش تروح أقصده. الكلية من ده اللي غير أقصده. التليفون. فاهم قصدي؟ انت طول بس ما لا، انت ماشي، انا بس بكلمكم في الحوار ده في الجامعة، ان انتوا كل واحد رقبته بتبقى نازلة اسمعني 5. اسمعني اسمعني. في فرق بين فاهم ان قصدي؟ انا منغمس في السوشيال ميديا والتليفون، وفي فرق بين ان انا بقيت بعتبر ان الموديلنج بتاع الذكاء الاصطناعي ده جوزي او مراتي. انت فاهم اه الفكره وصلت لفين؟ يعني فاهم. دلوقتي حالا بقى في ناس فعلا بتتكلم معاه كانهم مرتبطين بيه. ده ايوه بنشوفه. ده ما ايوه. كانش مثلا، ما كانش كده من سنتين او من سنه. مم. لكن دلوقتي انا حرفيا فيلم هير بيتطبق بالظبط. اللي هو انت في ناس بتتكلم على شات جي بي تي كانهم يعني مرتبطين بيه. ايوه ايوه فعلا. فاهم حاجه؟ الموضوع زاد عن حد وهنخرب خالص. مهم. خرج عن السيطرة. بالظبط. مثلا دي الفجوه دي الفجوه اللي بيسيبها البعد والانعزال الاجتماعي في الانسان. ودي مشكله، ده المرض اللي هو انا مش عارف بعد 10 سنين هنعمل ايه، هنكلم مين؟ عادل بقى مش امام. مش هنكلم حد، فاهم؟ كل واحد يبقى عنده شقه كده يقعد فيها لوحده، زي الفيلم يقعد بالظبط، زي يكلم الفيلم نفسه بقى، ونقعد هنتجنن كلنا. نتكلم التليفونات. طب لا الغريب ان هو كان غني جدا في الفيلم ده، بالظبط. يعني هو كان ايوه غني وحياته حلوه لا، ونزل وعنده يقابل، بيت وشقه ونزل ومش عارف ايه يقابل اه ونزل يقابل واحده في الفيلم لو فاكرين، نزل يقابل واحده وبرضه من الموضوع ما مشيش. هو انا فاكر طشاش من الفيلم، يعني مش فاكره قوي، يعني بس انا فاكر ان هو من كتر تعلقه بالموديلنج بتاع الاي اي نزل قابل واحده وما تعلقش بيها زي ما اتعلق بالاي اي. انت متخيل وصل لفين؟ ايوه ايوه. فده مش مرض، انت يعني انت تخطيت مراحل مش طبيعيه في جواك. انت بقيت شخص طب مش طب طبيعي. هو ايه الفكره ان هو كان لابس احمر طول الوقت؟ يعني ده بيدل على الحب للروبوت ولا ايه؟ لا مش حب، هو عنده تخيل عن المستقبل عامه، فهو بيحط الالوان دي كنوع من انواع التخيل. فاهم حاجه؟ ده تخيل، ده ظن انا على الموضوع. يعني حتى الفيلم كان الوانه غريبه والديكور بتاعه غريب. فهو الديكوريشن او مصمم الديكور هو حب يصور المستقبل في شكل غريب او شكل مش طبيعي مش مألوف. كانه بيقول لك ان العالم كله غلط. المشكله ان هو طلع لك الشخصيه ذكيه جدا. ايوه، وشغله كويس. عمري ما اتخيل ان الشخص الذكي واصلا لو خدتوا بالكم ان في اول الفيلم هو كان بيبعت جوابات بدل ناس. فكتر الكسل بالناس وصل لفين ان هم واحد يكتب جوابات حب لواحده مثلا يعني الذكاء الاصطناعي هو اللي بيكتبها؟ لا، هو اللي بيكتبها. في فاتحين شركه ان مثلا واحد يكتب جواب بدل واحد. يعني انا مثلا انا واحد عايز يبعت جواب مثلا لحبيبته، فبعت لشركه تكتب لي الجواب ده بدالي. انت متخيل الموضوع وصل لفين؟ فهمت. انت متخيل بجد الموضوع وصل لفين؟ فيعني يا عم هي جت على الجوابات. ما التاسكات اللي لا ماشي، ما انا بتكلم بشكل عام ان هو راجل تخيل بالظبط اللي هيحصل في المستقبل بعد 10 سنين بالظبط بطريقه مش طبيعيه. هو تخيل الموضوع كانه بالظبط عايش معانا. فاهمني؟ غالبا الفيلم ده مش واخد حقه لحد يومنا هذا. بالظبط بصراحه. ايه يا عم، واخد 8 على ام دي بي و700000 والله ولا اي حاجه. التقييمات دي تقييمات الناس اللي شافته. ايوه. ومش واخد حقه اعلاميا فعلا. بس انا متاكد ان هو يطلع ترند كمان سنه ولا حاجه. ممكن. على فكره الدحيح والناس كلها بتتكلم. الدحيح احنا على النهارده على فكره. الدحيح نزل حلقه النهارده عنه. شفت الحلقه دي عامه؟ لسه لا لسه. طب خش على اليوتيوب وشيل الحلقه دي عامه عن الفيلم هير بالليل بقى، يعني قبل ما انام كده عشان فاهم. شوف حد المهم دلوقتي احنا ايه بعد ما تشات جي بي تي وتقول له بحبك. لا والله ابدا. طب احنا بالليل حرفيا طب احنا شرخنا، بس احنا شرخنا يا جدعان. نرجع تاني احنا شرخنا. انا بتكلم نعالجها ازاي المشكله دي. مشكله ايه؟ توحد مالهاش علاج. الفيلم بيناقشها نعالجها ازاي؟ والله ما اعتقدش ان احنا نعرف نعالجها، لان خلاص بقى يعني فاهم. العب كوره اصلا. العب انا كوره. عايز حل، مش عايز هبل. لا والله بتكلم نلعب كوره، روح الجيم. بالظبط، الانشطه كويسه. بس فاهم قصدي؟ يعني في الاخر كده ما ينفعش تمسك موبايل. قبل بشر. اصل الحل على نطاق مجتمعي. أيوة. مش حل فردي. ده حل فردي انت بتقوله ده. عايز حل الدوله تقدمه او حل يكون خلاص يقطعوا النت عن البلد كلها بقى. عندك حق والله. انا موافق. طب نرجع تاني يا جدعان عشان احنا شاركنا جامد. بصوا بقى، احنا كل ده كنا في هير. عايزين، انا اظن ان كده خلاص يعني مش هنتكلم في هير لا تاني. هو عامه انت لو شفت مثلا فيلم زي هير
الشخصيه الرئيسيه بتاعته، صدقني هي موجوده في حياتنا احنا كلنا الشخص ده بشكل يا عم ما. فاهمك لو والله. اتحطينا في الوضع بتاعه ده احنا هنبقى زيه اكتر منه كمان. فاهم. بس طب نرجع تاني بقى للامراض النفسيه. احنا كده اتكلمنا بره، يعني احنا اتكلمنا على ما هو جوكر ده امراض وهير. نفسيه برضه. ده تعال امراض نرجع نفسيه. بقى عندنا في مصر بقى. اسف على الازعاج. اتكلموا انتوا عنه بقى، بس على استفيدوا من الازعاج. براحتكم، انا هقعد اسمعكم. انا اسف عن الازعاج. اسف على الازعاج. جبار جبار والسهل الممتنع، وفاهم قصدي، وفي المشكله صم في ناس هايل. بتشتم في الفيلم ده لحد يومنا هذا، تشتم يا فيه ما عم اعرفش ليه. يا عم تشتم مين يا عم؟ ده بيس اوف ارت يا عم. والله يا ابني يعني في ناس بتنتقده يوميا. انا ليا دعوه اصلا باللي انا بشوفه. تمام، يعني ماليش دعوه بقى بالفنان حياته بره والدنيا بره ايوه ومش دي عارف دي, ايه دي نقطه كويسه، دي نقطه كويسه على فكره، دي نقطه كويسه. انا ليا دعوه اصلا بالمنتج اللي انا شفته. لا خلاص. وغير كده، انا غير كده ما كمان يعني بص، اختلاف وجهات النظر على الفيلم ده ما يمنعش ان الفيلم وحش او حلو. بمعنى انا شفت مم. الفيلم ولمسني في نقطه معينه، حسيت ان هو شبهي في حاجه او قدم لي حاجه لمستني او لمست حد من اللي حواليا، فهو عجبني. كونه ما عجبكش دي حاجه وبعدين ترجع لك، وبعدين مش الوضع. مشكلتي. الفيلم ده نازل اصلا 2008، دراما وميستري، يعني غموض. ان هو ينزل اصلا انك تطرح حاجه زي كده اصلا في 2008. مين مهتم اصلا بالرقم 2008؟ ايوه فاهم. يعني فاهم قصدي. يعني الامراض النفسيه دي زمان يعني ما كانش في حاجه اسمها امراض يعني اللي هو بيقول لك كان على راي كان طه دسوقي بيقول كان لك كان في في اتنين بس مكتئبين ايوه كان في بس ما حدش بيتكلم في عنها، الهرم. او ما حدش يعرف هم يعني سببها ايه، مش مسميات. مم. يعني مثلا مم. انت لسه مكتئب مثلا من 10 سنين، انت مكتئب بس مش عارف ده اسمه ايه، بس انت متضايق، ايوه ايوه فانت مش عارف تعبر عن ايوه. اكتئابك ده بمسمى ما. هو دلوقتي هو بقى عشان ساعتها لعلمك ساعتها الفيلم ده ساعتها ما كانش خد اي اهتمام، ولكن هو بدأ يطلع ترند في فترة كده في 2020 ايوه ايوه 2019 صح بدأ صح الناس تعرف ان صح. الفيلم لما ده لما قعدت كان فتره حلو لوحدك ومش بسبب عارف الكورونا، وبعدين ايه. الناس رجعت تشوفه تاني بسبب الكورونا، وحاسس ان فعلا مم. الفيلم ده بيمثلهم في حياتهم دلوقتي، بعد ما يفهموا اكتر عن الصحه النفسيه وبعد ما يفهموا اكتر عن نفسهم، حسوا ان لا الموضوع فعلا كان صح. مم. بس الفيلم اخراجيا عبقري ومين اللي اخرج الفيلم شويه ده؟ مين اللي يعني. اخرج الفيلم هو ده؟ كان هو فيه الصراحة هو كان ايوه فيه شويه حاجات حلوه. مين اللي اخرج الفيلم ده؟ والله ما انا مش فاكر الصراحه. انا اجيب لك هو مخرج فيلم، الفيلم. لا فيلم اخراج كويس انت عارف يعني. المصيبة كلها ايه؟ ايه؟ خالد مرعي المصيبة اصلا. كلها ان هو كان بيتخيل ان هو كان بيحب واحدة وهي مش موجودة. مهم. امم ايوه فده موجود كلم طول شات الوقت. جي بي تي تقول له ده بحب. موجود طول الوقت. اصل ده موجود طول الوقت ان انت بتتخيل شخص معاك دماغك وتحبه، لان انت وحيد. ايوه انت ايوه 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 وانت ايوه. مش لاقي الموديل ده هي. في الواقع، فاهمني؟ ايوه. هو انت بتفضل تتخيل حد وان ده الانسان مش عارف المثالي بليك المثال اللي في بالظبط. دماغك ومش عارف ايه، فاهم. المشكله انك فلا. بتبدا تعاقب اللي حواليك بالشخصيه دي، تفرضها على اه اللي حواليك، ودي مشكله على فكره. لو انت تخيلت شخص معين مثالي في دماغك، هتفرضه على اللي حواليك، هتعاملهم ده زي ما حقيقة. بتعامله او بالمثاليه بتاعته هو، ده حقيقة. فاهمني؟ آسف على الإزعاج 2008 واخد كام يا اسطى؟ 8 و1 على اي ام دي بي. ده استحاله. وكده كده أصلا يعني فاهم. الاي ام دي بياخد 8 واحد ازاي؟ ما هو 8 و1 من كام ريفيو؟ ايوه ما ده ايوه ماشي، كده انا كده صدقت كده ماشي، صح عندك حق. فاهم قصدي؟ هو 8 و1 مش على 100. فاهمك عامة. فاهم قصدي؟ بس بس الفيلم حلو حتى لو الناس مش عاملين له ريفيو. فكرته حلوة. فكرته بس حلوة. الفيلم حلو. هو مقتبس تقريبا من بره، ده مش بس يعني مش الفكرة بتاعته هنا أحلى. عندك ايه نرجع تاني بقى كده؟ نرجع تاني بره للسينما بقى. الاوروبيه او السينما العالميه. انا بص، انا عندي فيلم، خلينا نخش المسلسل الاول، مش نحكي بس عن المسلسل الاول عشان نتكلم عنه هات كتير. مسلسل. ما تشرخش بقى، ما انا قلنا في مش الافلام يا هشرح، جدعان. استنى بس، اصل هم الثلاثه نتكلم عنهم عشان ناخد وقت طويل قوي مننا، وبعد كده نخش في الباقي. يا عندي عم ودي يا عم. جيفري دمر. قول بقى. ماشي يا عم، انا ما سمعتوش يا عم، بس هودي معاك. ماشي. هو واحد يلا. تربيته وولادته سمعت كانت قصته بس. وكانت يعني فيها مشاكل كتير. تربيته في البيت أيوة. بسبب مامته وباباه وولادته، بيقولوا مامته كانت بتعاطى مخدرات او حاجه كده، وهي قبل ما تولد. ايوه فده اثر على القوى العقليه، ده بيقولوا كده، ايوه. فاهمني؟ فده ملخص. ده غير كده ان هم
غير كده ان هم اصلا سابوه، يعني هو سابوه لوحده بالظبط سابوه، وبعدها بدأ ايه يتجنن بقى. وبابا علمه التشريح وهو صغير، فكل ده ساعده ان هو يبقى الشخص اللي انت شايفه. بس ده بيني وبينك مش سبب برضه، هو ده ده مش مش سبب. سبب ان الشخص مش سبب ان هو يبقى سايكوباث. انا بتكلم كل العوامل دي ادت ان هو في النهايه يبقى مجرم شاطر، ان هو اتعلم التشريح تمام، وطبعا خلافات امه وباباه في البيت وقف في الجثث. بالظبط. فهو بقى شاطر في الموضوع بسبب العوامل دي كلها يعني، مش بسبب انه اتعلم تشريح يعني. كده اي حد في انا مش عارف يعني كان عدد ضحايا كام؟ كانوا كلهم رجاله وكلهم كانوا سود. سمر. كلهم كانوا سود واغلبهم كانوا او كلهم كانوا هوموسيكشوالز، ما كانوش رجاله عاديه. ما طبعا ما هو كان مظبوط كده هو ما كانش مظبوط. مش هتتحسب ما دام قلتها بالانجليزي محدش ياخد باله. ايوه شفت انا قلتها بالانجليزي ليه؟ عشان محدش ياخد باله. عندك حق، قفشني عمرو قفشني. عارف ستيكر انا هوموفوبك؟ ايوه محدش ياخد باله. المهم يا اسطى ان جيفري دامر ده واخد كام بقى على بعيد عن هو واخد كام، احسب بس يوسف يتكلم من الاول. بس واخد فوق التقييم بالنسبه لي. اتكلم انت يا يوسف. بس اسال حاجه جيفري دامر ده، هو كان بياخد السمر بالنسبه لنا تقريبا، ان هو كان بياخد السمر عشان كان في حاله اضطهاد ساعتها حاجه كده ضد السمر، فهو مهما قتل حد فاهم محدش مهتم، لدرجه ان هو اصلا في حلقه في المسلسل كان واخد عيل اسمر مش عارف فوق، والبوليس حد اتصل بالبوليس يعني قال له في صوت منشار ومش عارف ايه، وطلع البوليس ولا اي حاجه، ده قاعدين بنعمل حفله عادي فاهم، والبوليس قال له ماشي وخد بعضه وماشي فاهم. يعني بيوريك ان ساعتها ان السود كانوا اللي هو مجرد ناس كده يلا يا عم عادي ولا ليهم اي لازمه. صح. المهم انا فاكر قول قول عشان اقول كلام كتير. انا فاكر جيفري دامر ده ان هو كان مش عارف جارته كان كل شويه تيجي تقول له انه أيوة في ريحه وحشه ده. بالظبط. هقول لك بقى ليه ما خدوش بكلامها عشان سود صح كده. سودا الكلمه دي يعني هي سودا ما خدوش بكلامها. في نقطه بقى على جيفري دامر نفسه، ان الكارثه ان انت ممكن تكون عايش في وسط مجتمع في كام واحد قابلته في حياتك ممكن يكون شبهه وانت ما تعرفش، لان هو قدامك شخص عادي انت بتقابله هو شخص طبيعي جدا. لعلمك في حاجه برضه، هو لعلمك مش اي حد قابله هو قتله، يعني هو قابل ناس كتير واتكلم معاهم بطريقه حلوه. لا انا فاهم اقصد ايه. كان عنده صحاب. انت ممكن في حياتك ممكن عندك واحد صاحبك او حد تعرفه كده بس انت ما تعرفش. فاهمني؟ مش شرط يكون قتل قبل كده، بس هو عنده ميول اجراميه وانت ما تعرفش، لان هو فعلا صعب انك تكتشف قوي ميوله دي لو انسان عادي. دي كارثه. لو مسرح شعره على جنب يا اسطى اللي هو طالب محترم جدا ومش عارف ايه وانسان محترم في دينا ابتدائي، راجل زي الفل. بس انا عامه الثقه عندي 1000 يعني. انا والسؤال بقى انا بثق في اي حد يا عم تثق ايه بس. سؤال بقى، ايه رايكم في اخر الفيلم؟ انا مش عرفني ما ممكن عادل امام ده يكون جيفري دامرز اصلا بنضارته دي. الراجل ده مريب اصلا. اخر المسلسل جيفري دامر زي ما بيقولوا ان هو تاب وبقى انسان صالح بس اتقتل. انتوا ايه رايكم في المسلسل اخر قصه؟ صراحه استغربت قوي لما اتقتل. يعني هل ده طبيعي ان هو يحصل ولا شايفين ان هو لا كان يستاهل ان هو يموت؟ لا طبعا لا اصلا ما كانش يستاهل. اصل حد ما يموته ليه يعني؟ هو يقول لك موته بمسك دمبل وضربه على دماغه. ايوه اتقال في المسلسل ان هو مات بسبب ان الشخص ده من كتر ما شاف جرايمه اتاثر بيها، فلما لقاه في السجن عادي وعايش حياته والناس اللي ميتين ملوش حق. طبعا ملوش حق ان هو يموته، ان هو تعاقب دخل السجن لما كان جيفري دامر. فان هو قانون عاقبه ملوش حق انك تعاقبه لان القانون خلاص عاقبه. لكن بتكلم انتوا شايفين ان اللي عمله ده صح ولا غلط؟ وهل هو يستاهل ده ولا لا؟ اكيد بالنسبه لي غلط الصراحه. انا بالنسبه لي برضه كل انسان بيستحق فرصه جديده. هو اوريدي مسجون، هو جيفري دامر مسجون مدى الحياه. هو كان مسجون اصلا فهو كده مفيش فرصه جديده يعني. فاهمك عم. بس هو مشكلته بس ان الشخص اللي قتله ده هو ملوش حق فاهم، مجرد سجين معاه. انت قتلني ليه؟ صح هو ملوش حق فعلا. وعامة انا ببقى يعني كنت فكرت الحاجات دي بقيت بخاف اقابل ناس كده في الواقع حتى لو انا ما اعرفوش شخصيا. بتقابل ناس بنضاره زي كده مش عارف. لا يا عم انت بتقول ايه بس
اللي اتضرب كعب الكوبايه دي مريبه هو عادل امام. ما بقتش تتباع دي يعني، ما جابوش يبقى بسبب ديفري دامر تقريبا. المهم دلوقتي نخلص كلام عن جيفري دامر، لا نخش بس في بقى نقطة على واحدة، بس في نقطة واحدة، انت شايف ان هل شخص زي ده، هل انا ده بيطلع بسبب المجتمع ولا بسبب عامل وراثية ولا بسبب ايه بالظبط؟ يعني هل الشخص بص يا السايكوباث، اسطى، ابني هو بص، ميكس. هل الشخص السايكوباث هل هو بيتولد كده ولا ده بسبب تأثير البيئة والتربية اللي حواليه؟ ميكس طبعا. يعني ساعات في ناس بتبقى مريضه نفسيا اصلا، هي بس مولوده ده مش عادي. جيني، ده مش سبب جيني، هو مرض نفسي بسبب مثلا البيئة. على فكره وفي كده هو برضه. تقريبا في على فكره ناس بيتولدوا مرضى نفسيين، يعني هو ماشي، بيتولد كده في وهو ناس صغير بتقول بيقعد بسبب مثلا جينات، بسبب من اهلها، تمام. مم. انت مثلا ممكن شايف ان دي كلها عوامل بتأثر فيه، عوامل جينية وعوامل وراثية، مم. او قصدي عوامل وعوامل بيئية. بيئه برضه، وعوامل والبيئة. بيئه. بس ايه الاغلب؟ يعني انت شايف ايه من وجهة نظرك، ايه الاغلب، ايه اللي يكون السائد في الموضوع؟ هل هي تأثير الاهل والتربية والبيئة، ولا هو خلي بالك عوامل برضو، جينية؟ خلي بالك هو كان في المدرسه هو مش مظبوط، يعني هو كان بالظبط صح. هوموسيكشوال. هو في المدرسه انت فاهم ايوه الموضوع صح اصلا صح. يعني مش فاهم. او كان بيهومو فده فوبي. شيء غريب لكن انا اصلا. بتكلم وزمان على، ما كانش فيه، ما كانش في دعم يعني للاقليات، صح، زمان ما ما كانش كانش في فيه دعم نت مثلا. ما كانش في كان دعم للاقليات دي، فايه صح، انا معاك. ما كانش الموضوع مفتوح للدرجه دي، ايوه صح. اللي هو ازاي ايه اللي حوله لكده اصلا، وغير كده ان هو بدا يقتل بعدها، ما ما تفهمش هو ده هو اللي اقصده بقى، ده اللي اتجنن. اقصده، ما هل الدوافع خلاص يا الاجراميه دي، جدعان. هل الدوافع الاجراميه دي ليها عوامل وراثيه اوريدي بتولد بيها، ولا هي السائد فيها انه تاثير بيئي؟ هو كان زمان ابوه بقى مجنون هو كمان والسجن، فاهم. مع ان على فكره مثلا الدكاتره عرضوا ان هم ياخدوا جمجمته ويحللوها ويكشفوها، بس هم اهله رفضوا. بس صح، فاكرين الحوار ده في المسلسل؟ مم. مامته ايوه رفضت، ايوه. مامتك قالت لا، ما انا مش مش هيحصل. مش عارف، بس انا يعني مصدقك عامه. انا ما شفتش الموضوع ده بس مصدقك. لا في المسلسل عرضوا ان الدكاتره كانوا عايزين ياخدوا مخه يشوفوا هو مخه كان بيشتغل ازاي، ما انا بس فاهم. مامته رفضت. فاهم حاجه؟ هيفتحوا مخ يلاقوا توم وجيري بس ده بيعمل بعد ما مات، بعد ما اتقتل يا اسطى، انت بتقول ايه بعد ما بجد؟ اتقتل؟ المهم دلوقتي احنا شاركنا، طيب نرجع تاني. نرجع بقى للمونسترز، وده مش هيمو سايكو قد ما هو تاثير بيئي او دوافع حب اجراميه. الفلوس، بالظبط. مرض حب فدي الفلوس. حاجه تانية بقى غير جيفري ده. مونستر اللي ما يعرفش مونستر هو ايه، مونستر هم 2 اخوات الاولاد اغنياء عايشين في كاليفورنيا تقريبا، قتلوا ابوهم وامهم في يوم من الايام بسبب اللي باين ان هو الفلوس، ده اللي باين اللي قدامنا ان هو الفلوس، والاولاد خلي بيقولوا بالك ان في هو حاجه بسبب ان هم اهلهم كانوا بيضطهدوه. بس ده المسلسل عنه. يا اسطى، هو برضه لو على الفلوس، طب ما هم كانوا عايشين في عيشه حلوه وفل ومعاهم فلوس ايوه، ما برضه ده اللي اقصده وعربيات. بقى، ما ده اللي بس ايه اقصده، اللي بس العيال سرقت، يعني العيال سرقت مره فاكر؟ اه فليه بقى؟ مم. طب ما ده انت مرض تسرق ليه؟ نفسي. انت تسرق السرقه ليه؟ السرقه برضه مرض ما نفسي. لا ما كانوش مرضى نفسيين بالطريقه اللي انت متخيلها دي، مش هم مش سايكوباث ان هم يقتلوا او عندهم لذه في الاجرام. انا هم كمان ما قتلوش غير حد واحد هو ابوهم وامهم. هم مش بيقولوا جرايم ان ولا هي. حصل اضطهاد من ابوهم وامهم بسبب ان ابوهم كان مع ابنهم مع الولد، فالولد عمل كده مع اخوه لفه كده يعني، ده اللي اتقال لي، ده اللي هم قالوه يعني. خلاص يا شباب، عشان الموضوع ده مريب بالنسبه لي. انا عايز اتكلم عن موضوع تاني خالص. بتكلم عن المسلسل دلوقتي. لا انا هكلم. استنى دي حاجه هكلمك حقيقيه، بس. ده مسلسل حقيقي. ما المسلسل حقيقي، دي المشكله، دي المشكله الكبيره يعني. وانا مقلق مش عارف ليه. انا عايز اتكلم عن برلين. استنى بس كمل المسلسل. طيب مين برلين؟ كمل المسلسل ده. طيب برلين يا اسطى اللي في لا كاسا دي بابيل. هو يا اسطى طب استنى اكمل مونسترز. كمل. طب اللي كان مونسترز ماشي كمل يا اسطى. انا ما اعرفش مين، ما اعرفوش. ما انا حكيت لك القصه. ماشي، ما انا بقول لك ان انا ما انا باخد رايك معانا. ماشي اتكلم انت مونسترز. بس عنه شويه. طيب اتكلم انت عنه بس شويه. بص كمل انت مونسترز، بس انا هبحث عنه. انا بقول لك اتكلم عن بس شويه. الحاجه الوحيده اللي مجنناني طول ما انا عايش في العز، او يعني مش انا يعني عامه، انت شخص عايش في العز ومعاك فلوس وعربيات وابوك مش عارف غني وامك غنيه ومش عارف، انت ليه اصلا تقتلهم وتاخد فلوس تاني؟ طب ما انت اوريدي معاك فلوس اصلا. انا فاهم. واصلا القصه مريبه انا مش عارف الصراحه. يعني القصه شويه تلاقي الاحداث ماشيه في سكه ان هم بسبب باباهم ومامتهم، وشويه تلاقي العيال اصلا مسرفه قوي بعد ما باباهم ومامتهم مات، مش اي اثر للزعل. العيال مجنونه يفتحوا الخزنه، فاللي هو طب يعني انت ده صح ولا ده صح؟ انا مش فاهم حاجه. والمحاكمه غريبه، يعني المحاكمه دي كانت اغرب من اغرب. هو بيوريك ان
والاخ دايما يعني طالع هو بيوريك متلعثم ومش مظبوط في كلامه. فيعني في واحد خلي بالك متنمر اكتر من التاني وعصب اكتر من بالظبط، التاني، ايوه واحد صح. غلبان ما تفهمش. واحد ما بيعرفش يتكلم اصلا. بالظبط. هو في حاجات ناقصه في القصه، لا محتاجين ايه وطريقه الموت هما نفسها يظبطوا يعني الدنيا. طريقه القتل كانت بشعه. يعني انا ما اعتقدش ان هم قدروا دخل يضربوا امه بشوت جن بالطريقه دي 1 عشان 2 خاطر 3 هوب. فلوس. طريقه الموت بشعه قوي. فاهمني؟ طب امه ذنبها ايه برضه؟ ان انا اقتل واحد، ان انا اقتل ابويا عشان خاطر الفلوس بالبشاعه دي، ما اعتقدش انها ممكن تحصل عشان الفلوس بس يعني. على فكره ممكن تكون دوافع مشتركه، عارف يعني ممكن تكون مثلا فلوس وحاجه تانية، مش شرط الفلوس او المعامله بس. لان طريقه الموت موتون بطريقه بشعه قوي يعني. ممكن. فدلوقتي العيب في الاهل ولا العيب في الفلوس؟ يعني هل الفلوس غلط ولا العيب في الاهل؟ الاهل ما عرفوش يربوا. هو الولد يا ابني هو باين لك ان الاب كان يعني الاب كان شايف شغله برضه، فاهم؟ ماشي، بس انت مع ابنه، انا فاهم ان هو الاب كان عمل كده مع ابنه، بعد كده ابنه عمل كده مع اخوه، انا فاهم، بس بتكلم يعني ليه يعني؟ انا مش عارف ليه جاي معايا انه الدين دلوقتي. دي ايه يا اسطى؟ يعني هل الاب والام هما المشكله؟ يعني الام دارت عليه طبعا، الام دارت على ابوها، على قصدي على جوزها. كانت دي مصيبه دي. تمام، وما حدش فيهم اتكلم، ده حسب ما هم قالوا، ما اعرفش الكلام ده حصل ولا لا اصلا. فهل دلوقتي الاب والام ولا ممكن يطلع كل فيست؟ ممكن والله، ممكن كل حاجه ده ده خالص فيستك خالص، فلوس. فاهمني؟ لان كل ده لغايه العيال بس، كل واحد ده لغايه الاطفال، العيال اللي قتلت دي، مش روايه حد ولا تاني. محسس ان هو فيستك؟ هقول لك ليه. ليه حاسس ان هو فيستك؟ عشان هم بعد ما قتلوا وخدوا الفلوس راحوا رايحين أيوة. جابوا فيلا وعربيه رايحين ومش عارف يخرجوا ويسهروا طب ليه؟ ويصرفوا بغباء طب مش عارف. انا حاسس ان الموضوع مريب قوي، وفي تفاصيل كتير مش واضحه بالنسبه لنا عامه. فدلوقتي برضو السؤال تاني، هل دي مشكله تربيه ولا مشكله الفلوس؟ وجهه نظرك بقى، يعني هل الفلوس لوحدها تقريبا مشكله الاثنين. سيد المسلسل بتتكلم في الصراحه الفلوس عامه يعني لو انت قدامك فلوس انت عايز اكتر، يعني زي محمد رمضان ده، مع ان محمد رمضان انا متاكد ان محمد رمضان مريض نفسي، لان هو بيعمل اعلان لبيبسي كل شويه. هي حركه دعائيه على فكره. ايوه بيعمل اعلان لبيبسي، مع ان محمد رمضان مش محتاج فلوس ان هو يعمل اعلان لبيبسي اصلا. لا هو اصلا انت تاخد كام مثلا من بيبسي عشان تعمل انا برضه اقول لك على حاجه، محمد رمضان ليه عمل كده برضه بعد ما اتكلم عن غزه؟ انت اتكلمت عن غزه وقلت فين السلاح وهات السلاح، ماشي تمام، بعدها تعمل اعلان لكوكا كولا. طب انت اتكلمت من الاول، طيب انت اتكلمت من الاول كوكا كولا مش بيبسي صح؟ انت فين بلدك انت؟ بالظبط، انت انا بقول لك ده مرض الفلوس، ما هو ده مرض الفلوس. انت عايز تعمل اعلان بعد كده، طب انت قلت ليه من الاول؟ ليه اتكلمت من الاول اصلا؟ ما هو بالظبط الفلوس، ان هو عايز فلوس اكتر على الفاضي، هو مش همه اصلا ايه اللي بيحصل. فاهمك عامه. طب يا جدعان اظن ان احنا شارخنا موت كده، احنا شارخنا موت. مونسترز خش يا عم الحاجه اللي بعديها. تم الشرخ. انا عايز اتكلم عن برلين وجنون العظمه. مين برلين ده يا اسطى؟ اقسم بالله انا ما اعرف مين برلين. لوكاس دي بابيل. ماشي ايوه لا كاسا دي بابيل، جوجل. اسرح براحتك. بص انا ما اعرفوش، انا هفضل اقول ايوه ماشي، بس لا ما انا عايز حد يلينك معايا عشان انا اعرف يعني. برلين ما كانش مرض. هو برلين، هو اسمه برلين. ما كانش مرض نفسي. امال كان ايه؟ لا ما كانش مرض يعني نفسي. جنون العظمه ده كان ايه يعني؟ مش فاهم. مرض نفسي او ممكن مرض نفسي، بس خلي بالك جنون العظمه موجود في كل حته. بالظبط، ممكن تكون مغرور عادي، وده مرض نفسي. يعني الدكتور اللي عندنا في الجامعه ده عنده جنون عظمه. ايوه من غير اسماء منهم عشان ما ندوش في داهيه. عشان ما ايوه ندوش في داهيه. ماشي ده حاجتك قوي. مش قادر يا عم هو مش دكتور واحد يعني، كلهم عندهم دي حقيقة، كلهم عندهم جنون. كلهم. انا بصراحه بحب الدكاتره الطيبين. لما تلاقيهم بقى ده لما تلاقيهم حرفيا. انا عايز اقول اسم الدكتور. المهم المهم يا اسطى ان برلين ده كان حرامي. حلو. برلين ده كان حرامي، وكان حرامي مجوهرات في الاول. ده كانت القصه الباك ستوري بتاعته، ان هو كان حرامي مجوهرات وسرق مجوهرات من فرنسا بقيمه مش عارف حاجه و20 مليون يورو تقريبا، مش فاكر.
مهم ان هو كان بيسرق بطريقه غشيمه، يعني ان هو العلم واصل معاه لدرجه ان هو بيسرق بيه، فاهم يعني؟ خلي انت بالك عارف ان ده مرض برضه. ان ايوه، ما انا بتكلم في كده، ان الحرامي بيسرق ويجري، انما هو لا، ده بيسرق ويقعد ويشرب شاي ومخطط بقى، مخطط بقى لكل حاجه، فاهم قصدي؟ يعني مخطط ان هيهرب من بس هو مش الجوكر، فاهمك اغلب. هو ما كانش الجوكر، امم ما كانش سايكو للدرجات دي، ما كانش سايكو بس للدرجات دي. لا بس هو لا ما كناش في حاجه مهمه، اه حاجه مهمه اللي هي كناش فيها، ايه هي؟ اللي ان الناس اللي عندهم مرض نفسي او بيقتلوا او كده بيبقى الاي كيو بتاعهم عالي جدا. ايوه اه، دي حقيقه دي وأذكياء حقيقه. جدا. طب منين انت الاي كيو بتاعك بيبقى عالي ومنين عمال تعمل الهبل اللي انت عملته؟ ما هو هي دي بقى، ما ده كيف بقى العوامل، ما هو الشيطان بيبقى راكبه لا بقى، لا فاهم؟ مش شيطان، لا لا مش شيطان، ممكن يبقى شيطان وبرضه عوامل الجينات والبيئه بتاثر فيه، تفهمني؟ بس انت ممكن تلاقي مثلا مثلا حد ذكي جدا مثلا كليه طب او هندسه، وفي الاخر يطلع برضه يشتغل في حاجه وحشه، يعني مالهاش دعوه خالص بانك متعلم او لا، هي لها دعوه بانك العوامل اللي اثرت فيك وانت صغير ايه. بس ممكن. ان برلين يا اسطى سرق من فرنسا مجوهرات، مش عارف متحف بقيمه كذا، وبعدين ايه بعدها بقى لما راح لكاسا دي بابيل راح يسرق معاه البنك وهو رئيس، هو مخلي نفسه الرئيس عشان كان يعرف البروفيسور، فاهم قصدي؟ وهو بقى عايز كل حاجه حرفيا، وعايز كل حاجه في قصب واحده. عارف بيفكرني بذا بينجوين. شفت حد فيك شاف ذا بينجوين؟ ايه ذا بينجوين؟ عارفه بس مش متابعه قوي الصراحه. السنه اللي فاتت ده عارف باتمان يا عمنا؟ اكيد عارف باتمان طبعا. مين؟ باتمان ليه عدو اسمه ذا بينجوين، شخص كده عنده خرابيش في وشه وبيمشي شبه البطريق وتخين شويه كده، تمام؟ بحط صورته وتخين كده ومبقلص. بحط صورته في المنتج. طب بس انا عايز اسال سؤال، هو انت ليه مثلا بتعجب بالمريض النفسي في الفيلم بس ما بتعجبش فيه في الحقيقه؟ عشان بيجسد الشخصيه بتمثيل. لا وعشان كاريزما يعني، وعشان كاريزما يعني انت مثلا انت بتحبه قوي عشان كاريزما، تحب ان هو مريض نفسي عشان كاريزما ومجنون. يعني بمعنى انا في الواقع مش هحب ان اقابل مريض نفسي او سايكوباث، لان انا هتاذي، اكيد واللي حواليا هيتاذوا، لكن في الفيلم محدش هيتاذي. فانا بحب ان انا شايف كاريزما، انا شايف واحد كاريزما قدامي بيعمل حاجات في الطبيعي محدش يعرف يعملها وانا ما اقدرش اعملها، انا مبسوط. فانت بتعيش بقى، فاهم قصدي؟ انت بتعيش اللحظه معاه. ساعات بيكون كبت جواك، انك مثلا عايز تعمل حاجه معينه من مثلا من شعور زي الانتقام او الغضب بس مش عارف تعملها. فانت لما مثلا بتشوف فيلم زي دارك نايت او تشوف الافلام دي، انت حد قادر يعمل حاجات خارقه. هنجيله دلوقتي فيلم فاهمني؟ يعني بالطريقه دي. ما دارك نايت اتكلمنا عليه. لما احنا قلنا الجوكر. ايوه احنا اتكلمنا عن الجوكر. فده بيحبك في الشخصيه اكتر، وحبك في الشخص ده اكتر، لكن في الواقع محدش يحب ابدا، الا على فكره ساعات بتحصل. يعني مثلا فيلم جيفري دامر بعت له جوابات حب في السجن بعد ما اتسجن. جيفري دامر من الناس في الشارع، اغلبهم كده، خلي بالك. يعني ده موجود في الواقع، اغلب القتله بيبقى في لهم معجبين. طب وليه نروح بعيد؟ ما اكتر واحد ده ايوه في الحقيقه الواد الامور ده اللي قتل قتل مش عارف قتل حد تقريبا والناس قعدت تعملوا جروبات على الفيس ويقعدوا يدعموه. طب ده ايوه الملك محمد عادل، انت فاهم حاجه؟ ايوه فانا ده اللي اقصده، ان حتى في الواقع بتاعنا هتلاقي كتير بتشجع او مش بتشجع، بس هي سواء بقى شكله سواء انا يا اسطى انا اتقرفت يا اسطى لما جبت سيرته. ايه القرف ده يا لهوي؟ انت فاهم حاجه؟ هو مين ده؟ هو خرب محمد عادل. لا بعيد عن محمد عادل، في واحد تاني كان في امريكا مش عارف كان فين، قتل بنت، شوف قتل مين، وكان في المحاكمه كان لابس كمامه لو حد فاكر. وطلع فعلا ناس كتير محمد عادل ما كانش بنات كتير يعني مأيداه او عايزه انه يطلع بس والله يا جدعان انتوا عبط يا جدعان، ولا انتوا بتفكروا ازاي؟ ايوه عشان امور، عشان فده دليل ان في ناس فعلا في الواقع ممكن تسامح في حاجات زي دي للشكل بقى، للفلوس، لمكانه، لاعجابهم بالشخصيه. بس انا معجب يعني انت عندك عادل امام لو حب واحده في الجامعه قالت له لا قتلها.
جدعان اللي ما يعرفش هو بيتكلم عليا انا عادل انا عارف انا بتكلم عليك انت، انا عارف. النضاره الكعب الكوبايه ده. في حد يعني في حد فكرة اتعاطف معاه. مش شرط بسبب جيبي. الشكل، مش شرط شكل على فكره. يعني مثلا جيفري ده ما كانش امور، جيفري ما كانش امور قوي، بس بعت لي جوابات في هو السجن، بص. بعت لي جوابات في السجن الناس بتشجعه، الناس معجبه باللي هو عمله، ايوه مش عشان هو شكله، عشان الناس معجبه باللي هو عمله، وده حصل بجد. زي الجوكر، وروح بعيد ليه؟ انت مش شفت فيلم الجوكر مش عجبك الجوكر وحبيت الشخصيه عن باتمان في الدارك نايت، صح ولا ما حصلش؟ ايوه بس اديك قلتها اهو. فلو في واحد في الحقيقه زي الجوكر وعمل نفس الحاجات اللي عملها الجوكر في الحقيقه، انا في ناس كتير فشخ في الواقع هتأيدوا على اللي هو عمله، مش شرط احنا، انا بتكلم في ناس كتير هتكون مأيداه على اللي هو عمله، وده بان في الحقيقه كذا موقف باين قدام ان في ناس فعلا ممكن تتعاطف مع القاتل عادي يعني. ايوه وبتاعت ستوكهولم دي ايوه حادثه ستوكهولم لو فاكرينها صح؟ ايوه اه هم عملوها بقى في لا كاسا دي بابيل، اللي هي ان انت بتقع في حب الخاطف. ايوه يعني انت بس خاطف لا بس عشان هو لا دي مختلفه، ستوكهولم مختلفه ليه؟ لان اللي واقع في حب المختطف هو الناس اللي خطفهم، لان هي دي حصل عندهم زي متلازمه نفسيه فهم حبوا اللي خطفهم. لكن بتكلم الناس بره الموضوع اصلا، ناس زي وزيك وزي بيسو بره الموضوع اصلا، يحبوا ليه واحد قتل في امريكا مثلا، ممكن انت فاهمني؟ هو ملوش علاقه بيا بالظبط. لكن ستوكهولم كانوا خاطفهم زي الناس اللي زي الناس اللي بتحب الناس المجانين مثلا. لا بالله عليكم، لا كله اللي بالله عليكم كله اللي بالله عليكم كله اللي بص فانز مش هيحلونا. اتفرجوا علينا بالله عليك فانز هبقى فيها اسيبها بس اشيل بس الكلمه، هشيلها اسيبها بس اشيل بس البي شيل فانز بالله. نتسلخ قسما بالله. طب نخش بقى على الشخصيه اللي بعدها بقى. احنا قعدنا 40 دقيقه اربع افلام بس، اربع اعمال بس. ماشي ودي حاجه حلوه. خش يا باشا. تعال بص ناخد الخامس ده، ممكن نعمل جزء تاني ممكن بص نتكلم كل حاجه النهارده، ممكن نتكلم في كله ونقسمه على جزئين عادي. نتكلم في كل حاجه نقسمها على جزئين. خش بقى على الاو جي بقى. مين؟ على الكينج. مين؟ يست انت ايه؟ انتون فروم نو كانتري فور اولد مان. اوكي انا معاك جدا. مين؟ انتون ايه؟ نو كانتري فور اولد مان. انتون اوف كاردي. يستر لا، في فيلم هو اسمه انتون شوجر على فكره، بس الفيلم اسمه نو كانتري في الاولد مان. لا بلد للناس الناس العواجيز يعني. انت فاهم حاجه؟ هو انت اصلا بتحب العواجيز يا زياد يا حبيبي؟ اسم الفيلم يا بابا. ايوه الفيلم بيتكلم انتون نو كانتري يا اسطى، هو اسمه انتون شوجر تمام. ايوه الفيلم اسمه نو كانتري في الاولد مان تمام. ابعد بقى خلاص عن الاثنين عن بعض. اوكي ابعد بقى العواجيز بقى، وابعد الكلام ده. ماشي نتكلم بقى عن انتون شوجر تمام. ايوه اتكلمت عنه يا بوسو الاول. صراحه الراجل ده انا مش عارف اقول ايه. هو يعني هو المشكله ان هو بدأ الفيلم بحاجه غريبه جدا، ان هو كان ماسك مسدس في هوا ورايح يفجر راس واحد. ده الفيلم، دي بدايه الفيلم كده. انت اصلا متخيل؟ شفت مشهد ما عملوش حاجه، خلي بالك واحد دخل يشتري حاجه من السوبر ماركت. وقعد يلعب بدماغ الراجل الكبير. خد خبر المشهد ده يعني عبقري. انا قاعد بفرج متوتر، متوتر قوي من اللي هيحصل. هدوءه اما لمح وشه البارده قوي دي بتوصل المشاهد توتر مش طبيعي. وبرافو بجد الممثل يعني انا واحد، انا مثلا بتخيل نفسي مكان الراجل اللي بيبيع، انا واحد دخل لي بالمنظر ده، انا ممكن حرفيا ممكن يعملها على نفسي وانا واقف من منظره بس. اقول لك على حاجه، بالنسبه لي ده مثل احسن من الجوكر بالنسبه لي. مش جوكر مريب يا جدعان. مش لا ده معاك كده، انا معاك كده، انا معاك قوي. هو شكله مريب اصلا يعني من صوره، انا تقريبا هحلم بيه النهارده. لا يا جدعان بص، ملامح وشه بارده بطريقه فعلا توتر قوي.
وقعد يعمل مم. مونولوج مع الراجل، قعد اه فتح مونولوج مع الراجل بتاع السوبر ماركت، مونولوج غريب اصلا. يعني انت بتسالني عن انا بقفل الساعه كام وبروح الساعه كام، انت مالك؟ انت عارف اصلا انت عارف انت اللقطه اللي هو لما فيها اتخبط وراح ايده وعمال يشر دم، فاهم، وماشي كده اللي هو عادي ايوه يعني. اه. ولما انا بموت في اخر الفيلم انا صح؟ بموت كده. في اخر الفيلم اه صح؟ خد بعضه ومشي عادي يعني. ايوه ولا كان حاجه حصل. بدل التيشيرت بقى، بدل التيشيرت بتاعه مش عارف بكام دولار ولا اه مع الواد الصغير ومشي. اللي هو صباح الخير الموضوع سهل يعني. جدا. والكارثه ان مش مثلا كده الفيلم قفل قفله غريبه يعني. هو بصراحه فتح سبب مفتوحه ليه؟ لان هي حاجه حلوه بالنسبه لنا على الاقل، لان قفله المفتوحه زي كده بتديك تخيلات عامه، لان ده شخص ممكن يبقى عايش في واقعنا احنا مش درانين. انت عارف حاجه غريبه قوي، دي معناها بالنسبه لي ان قفلته دي معناها ان حاجه غريبه قوي ناس في الفيلم كتير ده، ان هو زينا ورى لك ان كم. في حاجه غريبه، ان هو ورى لك ان الفيلم ده ان الشرير هو اللي كسب. هو كسب هو ما فعلا. كسبش يعني، هو خد بعضه ومشي، فاهم. لا ومن ناحيه كسب، هو كسب. انت مثلا انت قتلت الراجل اللي بتيجي وراه اصلا بتاع الشنطه من الاول صح؟ مات تمام. الراجل كان معاه الشنطه صح، اللي خد من الشنطه في الاول مات تمام. الراجل اللي كان بيجي وراك عشان يدافع عن الراجل بتاع الشنطه برضه قتلته في الفندق ده دن. بعد طبعا حرب في الشارع مش مشكله، بس انت موتته. وفي النهايه كسب في الاخر. وفي النهايه طلع حي من ده كله، والشرطه ما اتدخلتش خالص، او ده حاولت تدخل بس ما عرفتش. موضوع غريب. فانا حاسس ان نهايه الفيلم بتقفل على ان الشر في النهايه مش شرط ان هو يخسر كل مره. في ناس عايشه وسطنا بالطريقه دي وموجوده طول الوقت وانت مش حاسس بيهم، ويعني بيفضلوا يعملوا كده كتير. ده بالنسبه لي معنى نهايه الفيلم. طب اي ثينك ان احنا اتكلمنا عليه كتير يعني، شقلبوا بقى عشان بس انا بجد ابتديت انا عايز بجد اعمل شابوه للممثل. اخش بقى وش عمل ممثل على الشخصيه. نتكلم بقى عن حاجه نعرفها احنا الثلاثه بعد اذنكم. ماشي نتكلم عن قول انت بقى عمرو فيلم بقى من عندك. ماشي قول انت طبعا على فيلم. بص هقول لك على حاجه، هقول لك على فيلم بس بلاش مصر. مجنون احنا الثلاثه نعرفه. انا بدور عليه بس ثواني بقول لكم عقبال ما يجيبه. اقول لك بص، هو الفيلم اللي هو كان بيتكلم الفيلم اسمه استنى هجيب لك عشان انا عارف اسمه ايه يا اسطى، اللي هو كان بيصور الحوادث ويخش البيوت ويصور الحوادث. عارف خلاص اسمه يا اسطى نايت كرولر. ايوه نايت ووكر. نايت كرولر. اوكي ايوه نايت كرولر هو المجنون ده. نايت ووكر يعني انتوا الثلاثه نعرفوه صح؟ شفت. احنا الثلاثه كنا بنقول عليه كرولر. فيلم جامد فشخ. ما انا عمال اقول ايه كرولر دي، انا عمال اقولها دي. فيلم جامد فشخ، فيلم جامد قوي. بص انا عندي مشكله ما مع ممثلين، مش مع الممثلين دول، مع هوليوود عامه. لان في اتنين ممثلين جامدين قوي مش واخدين حقهم. راين جوزلينج هو ده منهم. الممثل. ايوه والممثل ده اسمه ايه؟ اسمه جيك جيلنهال. تمام. ممثل جامد قوي. لو حد فيكم شاف فيلم ذا كوفننت نزل من سنتين، بيتكلم عن حرب افغانستان. وجندي في حرب افغانستان اتحبس في جوه افغانستان، وفي واحد افغاني ساعده ان هو يطلع من البلد. عمل مشهد في الفيلم ده مش طبيعي. لما كان راح عند الرئيس بتاعه وقال له انت مدين لي بمعروف وانا عايزه دلوقتي. مثل المشهد ده بطريقه تحفه. الممثل ده عامه نسينا حاجه مهمه يا جدعان، مش واخد حقه بطريقه مش طبيعيه. يعني الراجل ده فعلا مش طبيعي. هو راين جوزلينج على فكره. جيك جيلنهال كان عامل دور برضه. راين جوزلينج حاسه جيك جيلنهال كان عامل دور مريض نفسي يا اسطى. طب بس نفصص الفيلم ده الاول يعني، لا نفصص الفيلم ده الاول، وهو كان مجنون ازاي وسايكو ازاي، والتفاصيل بتاعت الشخصيه ان هو كان بيجيب شعره كده على ورا ولا على قدام والحاجات دي، واللي هو كان يعني انت ايه البرود اللي انت فيه ده يعني؟ في ميتين جريمه، في جريمه بتحصل، في جريمه انت داخل البيت، فاهم؟ انت بتسطب للجريمه اصلا انها تحصل عشان تروح تصور. عارف المصيبه بقى ايه بقى بعد كل ده؟ ايه؟ هو في الاخر وراك ان الشر كسب برضه وفتح شركته وفتح. الطبيعي ده يحصل. خلاص بس نكون صراحه شويه بعيد عن الاوهام ايوه المثاليه دي مش النهايات السعيده دي مش بيحصل في الحقيقه.
يعني مثلا اقول لك على حاجه، اسرائيل دلوقتي هل هي حاجه خير ولا شر؟ شر بنت مت. لحد شر. دلوقتي ايه الوضع قايم على ايه؟ ان هي لسه شغاله في اللي هي بتعمله. هل حد بعد أيوة. سنه ونص او سنتين يقدر يوقف اللي بيحصل؟ لا. مم. امريكا في الحرب العالميه الثانيه عملت مجازر بسبب القنبلتين ومحدش اتكلم، او اتكلموا بس بعد ما نتكلم ايه اللي هيحصل يعني؟ ولا حاجه. طب بس ما خليناش نشرخ يا في جدعان. الطبيعي خلينا نرجع في الطبيعي ان الشر هو اللي بيكسب. ده في اغلب الوقت طبيعي. الشر هو اللي بيكسب. هي. شغل بقى افلام مارفل وافلام دي سي، وان الخير لازم ينتصر والسوبر هيروز ومش عارف ايه، ده مش بيحصل في الواقع. في الطبيعي ان الشر هو اللي للاسف بيكسب. يعني. ده في الطبيعي. للاسف. ده للاسف طبعا. فده دي النهايات المنطقيه عامه لاي فيلم بيتكلم عن اي حاجه شريره عامه. مم. لان في حد مشكلة كتير بس بتأدي ده مجهول على فكره. فيلم كمل. مشكلة فيلم يا اسطى نايت ووكر ده ان هو ما وراكش وهو صغير كان حياته عامله ازاي، يعني هو وراك ان هو على طول كده انا واحد داخل اتصور واعمل جرائم، فاهم انت؟ لان اعتقد يعني هو ما وراكش اعتقد هتعاطف معاه. اعتقد هو شايف انك لو عمل كده بس انا الصراحه ما اتعاطفش معاه. ايوه، ما انت مش هتعاطف معاه لو مالكش طفولته، مالكش هو بقى كده ليه؟ بس اصلا هو ساب صاحبه الشغال معاه ده وقال له روح صور المكان ده، والتاني عمال ضربه بالنار وهو راح يكمل صور صاحبه، انت متخيل؟ ايوه انا فاهم. ده واحد عشان ياخد وراه مشهد. ده واحد دماغه تعبانه، ده طبيعي. وهو لا ده حوار ان هو اصلا سطب للجريمه عشان يقتل انت مجنون يا عم انت. ايوه انت سايكو. ده واحد مريض بمعنى زي الجوكر تقريبا. بالظبط. بس الفرق بين ده والجوكر، احنا شفنا الجوكر بقى كده ازاي، احنا شفنا الجوكر وصل للمرحله دي ازاي، فنوعا ما في تعاطف بينك وبين الجوكر عشان انت شفته. كمل. حاجه في حاجه ان هو في اول فيلم كان عايز فلوس او كان فقير حاجه كده. اظن في حاجه في حته ان هو ممكن يكون كان عايز فلوس كتير، كان عايز يعيش، فاهم؟ قال لك خلاص بس انا اللي انت ما هتجنن تقدرش تتعاطف معاه. هيروبي بلاد صح؟ المنقب على النفط الجشع اللي جمع النفط بالظبط. الفيلم هيروبي بلاد وصل لمراحل من الشهوه والفلوس مش طبيعيه، فعايز اكتر، وفي النهايه باع ابنه عشان خاطر الفلوس، فاهمني؟ نفس المعضله تقريبا. وده مش مرض قد ما هو جشع مفرط، وده تحت مسمى يعني امراض كتير بقى تحت الجشع ده يعني. ممكن تبقى استحقاقيه على فكره، ممكن ده شعور بالاستحقاقيه مش اكتر، ان هو يستحق ده. ممكن يعني ساعات في ناس بتحس ان هي تستحق ان هي تعمل اي حاجه فوق اي حد، وفي الاخر جاب عربيه حلوه اصلا، وجاب مش عارف جاب كاميرا حلوه وجاب عربيه وقعد يطور من نفسه ولسه بيعمل الشيء اللي هو بيعمله برضه. ايوه بالظبط. وراح قعد في ديت وقابل واحده هو عايش حياه طبيعيه. هو انا بقول لك، انا الشخص ده اعتقد وجهه نظري انا ان الشخص ده هو اولا عنده خلل نفسي بسيط، مش باين قوي ان هو مثلا عنده لذه بالاجرام، بس هو عنده خلل نفسي في حته الفلوس، ان هو مش هيحس بالضحايا، وفي نفس الوقت عايز يجمع فلوس كتير. يعني مثلا ما عندوش لذه بالقتل، هو مش سايكوباث، بس هو عنده استعداد من اي حاجه عشان خاطر اللي هو عايزه. هو ما قتلش، خلي بالك، اي حاجه عشان الفلوس. هو ما عملش اي حاجه، بيسيت اب للحدث، انا فاهم ده، بس طبعا هو مشارك في الجريمه برضه، مشارك فيها برضه بشكل او باخر يعني. بس اظن دي شغلانه عاديه، يعني دي حاجه طبيعيه تقريبا بره، ان دي شغلانه موجوده. ايوه دي موجوده فعلا، حاجه بتصور الحوادث، دي شغلانه موجوده عادي. موضوع طبيعي يعني. طب يا جدعان نخش على بعض يا جدعان، نخش على بعض. بس نبقى كده مع الكوين المودين بعد اذنك. مايت ايه؟ ريكوايم فور دريم بعد اذنك بقى. ايه ريكوايم فور دريم. تمام. هنتكلم عنه كلام كتير شويه، ده ادمان بقى. ده مش ريكوايم فور دريم، ده بقاش مرض يعني. ما شفتوش الصراحه، ما شفتوش. فيلم عظيم. بيتكلم عن ايه؟ الادمان، مش مخدرات بس، الادمان عامه. ادمان السوشيال ميديا، ادمان المخدرات، وادمان الشهوه بطريقه او باخرى.
طب احب اقول بس احب ادي والسكور شوت اوت لنفسي، بحب ادي بس شوت اوت لنفسي ان انا بعدت عن السوشيال ميديا في ثالثه ثانوي كلها، يعني ما كانش معايا نت خالص والله برافو عليك، خالص برافو عليك. خالص. ودخلت نفس الكليه دخلت المعفنه نفس حضرتك. الكليه اللي احنا دخلناها برضه، انت عملتش حاجه على فكره. وانا كنت قاعد على فكره، انا كنت قاعد على السوشيال ميديا خلي بالك. شوف القدر انا بقى. لا وبص، هو انا يعني مش 1-0 فكره يا اسطى. انا قطعت السوشيال ميديا اللي هو ايه، انا ما كنتش بعمل اي حاجه غير ان انا بسمع خلصانه بشياكه بس. برافو عليك يا صاحبي. خلصانه بشياكه يخلص هو عايز يخلص برافو عليك. يخلص هو عايز تاني. والسكور بتاع الكوين انفراديين، السكور المزيكا يا جدعان ده مش طبيعي. المزيكا في ده الفيلم، خدت دي اشهر اغنيه لحد يومنا هذا. ايوه، سكور الفيلم مش طبيعي. حلوه حلاوه. يعني انا عايز، انا برجع، انا عارف في عندي على حاجه سبوتيفاي برجع، انا عامل الاغنيه دي سيف عندي في البلاي ليست بتاعتي، السكور ده بس، م. لان فعلا سكور مش طبيعي، سكور حلو قوي. انت لاحظت في حاجه في الفيلم ان هو تحس ان انت فعلا اجواء الفيلم، تحس انت قاعد في حلم فعلا. بالظبط، لان حتى في تصوير، المونتاج، حتى في في المونتاج حاجه كده. خدت بالك هو بيمنتج لما الاصوات الصغيره اللي هي الساوند افكتس الصغيره بتتحط مع كل اخده مخدرات ايوه، او الحبوب، فانت حاسس وتحس في بلور في الفيلم كده، فاهم؟ بالظبط بلور بيلمع كده. صح، في بلور، ايوه عندك حق. وان زي هو ليه الصوره اكستريم بصراحه كلوز اب على عين زرقاء؟ لان شوف فيلم ده تفهم، مش عايز احرق اللي عليك، بيوريك مش عايز احرق عليك، شوف فيلم ده تفهم. طب خلاص يعني كل ده وما حرقتوش عليا. انا ما حرقتش حاجه كمل اصلا، بقول لك كده ادمان عامه، قلت له سكور المزيكا حلو والفيلم حلو، انا ما قلتش حاجه. معاك انا. كمل. وقفله الفيلم على فكره حلوه، من الاخر كده يا اسطى ان هم ناس مجنونين. قفله الفيلم حلوه طب قوي. انت مثلا بالنسبه للادمان، انت ايه حاجه ادمنتها مش عارف تبطلها؟ ده سؤال كل واحد فينا يعني. اه عملت حاجات كتير. ادمنت ايه؟ يعني انا في فتره من السوشيال ادمنت ميديا، ايه؟ في فتره كنت من السوشيال ميديا، ايوه. فتره كانت واخده وقت يومي مش طبيعي، لحد تقريبا يعني كلنا لحد من فتره، لحد فتره قريبه وقفت مثلا مسحت الفيس خالص، ومسحت الماسنجر خالص، مبقوش عندي. فانا حرفيا بقيت ايوه. بس عايش على التويتر والانستا وشغل بسيط، اللي مثلا مش عايش تونر عليهم، لا انا بس بفتح اشوف الاخبار ومقفل. ده تويتر ده لوحده هو يجيب لك مرض نفسي. لا ما انا مش طب بفتح، ده ما انا ده عامل، ده ما انا عامل يعني مش بفتح اشوف الاخبار من عليه، بفتح بس عشان حاطط كام حاجه عليه كده خاصه بيا، فاهمني؟ بس انا اصلا ما بفتحش تويتر ده خليكم معايا خالص ثواني، خالص، خليكم معايا ثواني. عشان ما اخشش في نقاشات مع حد اصلا، يعني ما بحبش اخش في نقاشات مع حد عامه، يعني فاهم تويتر ده يعني في الاعماق، فاهم؟ ايوه يعني انا ما ببقاش ماسح تويتر وانزل الشارع اتخانق، فاهم قصدي؟ انت اخش بقى معاك في نقاش وتقول لي اسباب انهيار الاتحاد السوفيتي، ميخائيل جورباتشوف فاهم قصدي؟ لما الناس جوه بتشتم اي حد. رجعت مم. لا تويتر بالنسبه لي مش بفتح اناقش فيه، تويتر بالنسبه لي هي حاجه انا حاطط عليها حاجات خاصه بيا، فبفتح اتشيك عليها كل فتره مش اكتر. والانستا الاخبار، اخبار مثلا عن الساعه. المهم نرجع. طب احنا شاركنا ما انت سالت السؤال عن الادمان، نرجع بقى. شاركنا نرجع بس خلي بيس يرد الاول، خلي بيس يرد الاول على السؤال. ماشي خش يا عم بس. كده ادمان السوشيال ميديا هو موجود في حياتنا كلنا. انت لو مسكت الموبايل دلوقتي عملت مثلا في السيتنج، شفت انت قعدت قد ايه الموبايل النهارده؟ اكتب 7 ساعات ولا حاجه. بالظبط، تخيل 7 ساعات من يومك موبايل. صح، ده حقيقي، اقل حاجه 7 ساعات، في ناس ب 12 ساعه والله. صح. بس انا عامه انا بعرف يعني اوقات ما اقولكش على طول، انا اوقات بعرف كتير ان انا ما اقعدش على التليفون، فاهم قصدي؟ بص هو في ادمان، بس ده مش ادمان بشكل صريح، يعني هو في ادمان السعاده، بمعنى ادمان ادمان الدوبامين. يعني بمعنى انا مثلا ايه، انا واحد في الطبيعي انا بالنسبه لي انا
اللي يخليني مبسوط عامه هي الحاجات اللي بعرف اعملها. فانا طول الوقت بعمل الحاجات دي، سواء كانت مزيكا سواء كانت اي حاجه، عشان خاطر افضل طول الوقت مبسوط. لو بعدت عنها انا فعلا بكتئب. فده فعلا ادمان، تحس باعراض انسحاب. بالظبط. يعني مثلا لما قلت لك مثلا انا جالي ارت بلوك من فتره، انا فعلا كنت متضايق قوي، انا قاعد ما بعملش حاجه، مش عارف اعمل اي حاجه خالص. طب نرجع بقى للافلام بقى. عايز تخش مين يابا؟ مين عايز يخش فين؟ نرجع ورا شويه. فين؟ تعالى حاجه بقى. نعرفها احنا الثلاثه، لا، حاجه ما أنا نعرفها احنا استنى، ما الثلاثه. أنا استنى. ماشي لو رجعت ورا شويه حاجة نعرفها احنا هرجع التلاتة. لستانلي كيوبريك، هرجع لشاينينج، كوكو اورنج، وارجع لايز وايت شوت. اختار واحد تمام. منهم يا عمرو كده. ما اعرفهمش اصلا. انا ما اعرفش مين ستانلي كيوبريك ده مخرج اصلا. مخرج. طب عارف المفضل شاينينج؟ عامة. شاينينج يا اسطى. ما اعرفش شاينينج. شاينينج ده اللي هو بتاع اسمه ايه ده؟ اسمه ايه الراجل الجن في الاخر ده في الهوتيل؟ مش والله ما فاكر اسمه. وكسر الباب بالفاس عشان يخش يقتل مراته لو فاكر. اه لا ما اعرفوش. اوكي. عامة طب انا ما بحبش الافلام دي عامه، يعني الافلام بناء على كلوك اورنج كيف ده الاول، ده فعلا بقى ادمان ومرض. طب استنوا يا جدعان، على فكره احنا سقطنا اهم مرض نفسي. ايه؟ احنا سقطنا اصلا ملك زرزور وكريم عبد العزيز الفيل الازرق، فانتوا في داهيه. طب ما ده ادمان برضه. طب ما ده ادمان، ما نفس الحاجه. لا ما انا بكلمكم هو كان اصلا. ممكن. احنا بكلمكم اصلا في كريم عبد الملك العزيز. زرزور، اساس عبد الملك زرزور ما كانش مدمن، ده كان اله على المنطقه بتاعته. ماشي بس كان سايكو بقى. لا غير سايكوباث يا اسطى. كان إيه؟ كان معلم الحاره، ما كانش سايكوباث. لا ما كانش سايكو. حقك عليا. هو عمل ايه؟ بذمتك؟ عمل ايه؟ نرجع بقى عمل ايه؟ بس معلش، هو عمل ايه يدل ان هو سايكوباث؟ سايكو بس اللي هو يعني انت عمله. انك تبقى اله. اله ده انت مجنون يا عم انت ولا اله. ايه؟ احنا قلنا عليه اله لان تصرفات اله. تمام. استغفر الله العظيم. لكن هو عمل اشهد ايه؟ ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول ماشي الله. طبعا، بس هو عمل ايه يدل في ان هو سايكوباث؟ هو عمل ايه في الفيلم يدل على كده؟ يا اسطى هو ايه اللي ايوه عمل ايه؟ حبيبي هو حق التملك لكل حاجه، اللي هو عايز هتملك كل إيه؟ حاجه تبقى بتاعته. واحد انا متاكد ان واحد اتولد وهو صغير بنى مملكته بنفسه. بتاعت المخدرات دي فين بقى السايكوباث في الموضوع؟ واحد راجل طبيعي جدا متجوز وعنده عيال وبيحب واحده ثانيه وبيحارب عشان خاطرها. حلو. فين بقى السايكوباث؟ حلو يعني ان هو يقاضي الحكومه ويحارب الحكومه ويقتل الناس دي كلها. يعني ده مش سايكو؟ تاجر مخدرات كبير، ده اقل حاجه. يعني ده مش سايكو. ده تاجر مخدرات كبير، ده مش سايكوباث، ده واحد مجرم مش سايكوباث. في فرق بين المجرم وفي فرق بين السايكوباث يا اسطى. السايكو ده اللي بيتلذذ بالقتل، ده اللي بيحب يعمل كده عشان هو عايز يعمل كده، بيتبسط بالله. طب وبالنسبه لكريم عبد تاجر العزيز، مخدرات. كريم عبد العزيز في الفيل الازرق ده مدمن. ده مش سايكو؟ لا مش سايكو برضه. مدمن. هو مش سايكو يا اسطى. انت عارف ايه سايكو يا اسطى؟ عارف يعني ايه سايكو ولا انا مش فاهم؟ مجنون يا اسطى. لا سايكو يعني واحد بيتلذذ بالقتل، واحد ما عندوش اي مشاعر انسانيه تجاه اللي قدامه، فلو قتل او اذى اللي قدامه يتبسط. مش قوي لا. ما بيبقاش بالظبط ان هو مدمن او مجرد مريض نفسي، هو بيبقى واحد عنده خلل في كيمياء المخ. مش لازم القتل. مش لازم قتل، ممكن اي حاجه، تعذيب بقى، اذيه عامه، فاهمني؟ هو بيتبسط بالحاجات دي، فاهمني؟ ده السايكوباث. زي دمر بالظبط، في دمر بالظبط، وزي طب انا مش عارف ليه جت في دماغي المازوخيه دلوقتي ان حد يضرب ويتلذذ ده بالبس. صعب قوي. ليه يا اسطى كده؟ عارف بقى رسائل الاذرز يا اسطى؟ ايوه انت بتتكلم عنها صح؟ لا مش هتكلم. بلاش انا اتعرف. نرجع تاني لستانلي كيوبريك عشان انا عايز اتكلم انا وبيسو، يبقى انت خلاص عن الموضوع. كلوك ورك اورنج يا اسطى، شفته صح يا بيسو؟ ايه ده؟ كلوك ورك اورنج. لا مش شفتوش؟ بس الفيلم ده غريب قوي. بس هو بيناقش حاجه مهمه قوي يا اسطى. التنمر، كل حاجه، التنمر، حريه الاراده، كل حاجه حرفيا.
يعني هل انا كانسان كانوا بيعذبوه. لو تعرضت لضغط عصبي شديد زي اللي هو تعرض له في السجن، او زي كانوا بيعالجوه، هل ممكن فعلا ابقى ضعيف، ما عنديش ارادة خالص، ما عنديش حريه اختيار خالص، تتمحي زي ما عملوا معاه كده؟ عارف والله كان لان فاكر اللي بعد ما خرج تقريبا ان هم عذبوه. من المستشفى بقى ما فيش اي قرار بياخده خالص، بقى عارف انت الخاضع تماما. بعد ما كان متنمر ويخش يسرق البيوت ويعمل حوادث، ودخل عند راجل يعني كان مجنون قوي يعني. فازاي تجربه؟ طب يا جدعان اخر علاجيه، استنى يا عمرو بقى، ازاي تجربه علاجيه؟ اخر 10 دقايق بس، اخر 10 دقايق في الحلقه دي عشان ننجزها. لسه فاضل كتير شويه. ماشي معاك والله، معاك والله، بس انا عايز شيل بس الحاجات كده كده نقسمها على جزئين 100%. ماشي. فازاي الشخص اتاثر بتجربه سريريه زي دي يتحول 180 درجه بالطريقه دي، يتحول حرفيا بالطريقه دي؟ يعني هل ده اصلا يقدر يحصل في الواقع؟ يعني انا لو جبت شخص سلوكه عدواني بالطريقه دي وعملت فيه التجربه دي بالظبط او حاجه شبهها، هل فعلا ده هيتغير؟ هل سلوكه هيتغير؟ هو انت بتتكلم عن المازوخيه ولا بتتكلم لا مش مازوخيه، يا ابني ده فيلم. ماشي ماشي يلا فايت كلاب يلا فايت كلاب. ابعدني عن تايلر ديردن، الشخصيه الاساسيه عايز اتكلم عنها. اللي من غير اسم. من غير اسم عايز اتكلم عنها. تايلر ديردن بالبيستاشيو. ابعدني عنه والنبي، اتكلم عن الشخصيه الاساسيه. يا عادل يا امان. العروسه دي عروسه العروسه. طب يا جدعان بص، تايلر ديردن ما تتكلمش عنه. لا انا ده هو ده المريض النفسي يا اسطى. لا التاني مريض نفسي مش ده. لا التاني ايوه هو اللي مجنون، والتاني ده اللي في دماغه. ما انا بتكلم ان في دماغنا كل واحد ده، يعني في من، فاهم قصدي؟ ما هو التاني انت اتكلم عن التاني بقى، عشان التاني هو اللي عنده مشكله في دماغه. ماشي على فكره احنا نسينا فيلم مهم جدا. ما تشرخش، احنا قلنا فايت. ماشي يا اسطى، لا احنا بنتكلم على فايت كلاب دلوقتي. فيلم 7 يا اسطى ماشي كده فايت كلاب، بس فيلم 7 ما تقولوش عنه لسه. طب ماشي هات فايت كلاب نستلم الاول. هو لاست فايت كلاب يا جدعان، مش هتكلم على حاجه ثانيه. لا هتكلم على 7 لسه، وفيلم ايز وات شوت يا عم، في ايه؟ استنى شويه بس انا فيلم فايت كلاب. ايه انت بالنسبه لك انت شايفه ازاي يا عمار؟ الفيلم عامه مش شخصيه معينه يا عمار. فاكرين ما عندوش راي. نو رياكشن يس. نو رياكشن. طيب ماشي كمل مش وقته خالص، مش وقته خالص صدقني. انت قلت ده مش وقته. ماشي يا عادل يا امام، احنا دلوقتي بنتكلم على فايت كلاب بس، صح؟ ايوه ماشي. تايلر ديردن دلوقتي، انا بالنسبه لي هو ده راجل مجنون. لا مش مجنون يا ابني، العكس يا ابني، انت اللي التاني هو المجنون، لان التاني ماشي. انا ماشي، انا اللي مجنون، بس الراجل التاني ده هو اللي بيوسوس له في دماغه. طب ما هو الراجل التاني مش حقيقي اصلا. ما انا عارف، ما احنا عندنا الراجل ده في كل حته. طب احنا عندنا وبنتخيله، بس هو مش حقيقي اصلا. كل ده افكارنا احنا. انت اللي مريض، بيفهم بقى يا عم. مش قادر افهم، مش قادر حد هي ستيل افكارنا مهما حصل يعني. شخصيه تانية بقى، مش شخصيه تانية، هي ستيل افكارنا. يا عم خير. حاول تجيبها في طايره الدور الدنيستا. انا مش عارف، انا جايه معايا انه انت مريض يا اسطى. انت لو مثلا بيسو انت عندك صاحب زي ده، هتعمل معاه ايه؟ مش عارف حاجه خالص. لو اروح للدكتور اول حاجه هحاول افهم نفسك زي كده، احاول افهم ايه اللي هيحصل. هتنزل معاه فايت كلاب بقى وتضربوا بعض وانت كده. بيني وبينك الموضوع ممتع، بيني وبينك الموضوع ممتع. لا الحقيقه لا، هو ممتع بس مش. طب انا يا جدعان في اخر البودكاست يعني تحبوا توعوا ماشي بالامراض النفسيه والكلام ده
وانك تروح لدكتور والكلام ده، ولا تحس ان الموضوع مش كده، هو دكتور بس مجنون احنا بس عايزين نتكلم فكره ان انت عارف قول كامله بيس. الدكاتره لسه في مصر هنا الاسعار غاليه الصراحه، فمفيش حد هيتعالج. عنده حق. دي نقطه مهمه جدا، سياحة اكتر. دي حقيقه. يقول لك الجلسة 800 جنيه سياحة اكتر. اه 100 جنيه يا ابني ب 2000 ولا حاجه، ده اقل حاجه. انا عن نفسي ما روحتش لسيرابيست لحد دلوقتي. انا رحت. ف عامه الافلام دي كلها بتحكي عن نفس المشكله، مشكله ان الانسان لو اتساب للظروف وللبيئه وكل ده ممكن يتحول لشخص شخص ايه؟ غير سوي بس، شخص غير سوي، شخص يأذي المجتمع ويأذي اللي حواليه. فاحنا من خلال الافلام دي مش شرط بنحاول- يأذي، بس ممكن يبقى مظبوط. شخص توكسيك عامه باي شكل بقى، توكسيك باي شكل. ف من خلال الافلام دي ومن خلال البودكاست ده بنحاول نوعي الناس ان المرض النفسي مش عيب، وان انت عندك مشكله ده مش حاجه عيب. انت المفروض حتى لو مش رايح لحد يعالجك المفروض تعبر عن ده بحريه، اللي هو انت مش خايف تعبر عن اللي جواك. يا جدعان والله يعني بس صاحبك وبينزل معاك القهوه ده الدكتور النفسي بتاعك عادي قشطه يعني. ده قشطه، بس في حاجات بتبقى اكبر من ده شويه، يعني في حاجات أيوة محتاجه تتكلم فيها. مثلا انت مكتئب او مش حاجه، ده طبيعي، مثلا نزلت القهوه بتاع خلاص ده بيروح. لكن في مراحل معينه من التعب النفسي تبقى صعبه انك تعالجها بنزوله قهوه او بخروجه. ايوه الموضوع دي حقيقه. محتاج تتكلم او تكتب او تعمل اي شكل من اشكال التواصل عشان تحس انك مش لوحدك. ده حقيقه، ونص الشعب مرضى نفسيين اصلا. كلنا مرضى نفسيين. يعني اللي بس احنا بنحاول نقوله ان انت حاول تلاقي كلنا مذنبون. لا استاذ، كلنا ايوه كلنا فاسدون. كلنا بس اغلب اللي على السوشيال ميديا برضه نفسيين اصلا. كلنا حرفيا مرضى بسبب البيئه وبسبب التربيه وبسبب الجينات، بسبب حاجات كتير. احنا اغلبنا بس ده لا يمنع ان في ناس سويه فشخ، يعني في ناس سويه لدرجه غشيمه. الفرق ان في واحد قدر يتحكم في ده، وفي واحد ما قدرش يتحكم فيه، فطلع لك اشكال تانية، اشكال كده واشكال كده. فهي الفكره في النهايه ان انت تتكلم، الفكره انك تقول اللي جواك، الفكره انك تحاول تعبر عن باي شكل عن اللي جواك، سواء بفن انت تعرف تعمله، سواء كتابه او مزيكا او انك حتى تتكلم تلاقي شخص تتكلم معاه وتعبر عن اللي جواك، او تروح لدكتور. ده طبعا ده الحل الاصلح. في النهايه بس كده. ماشي. والافلام دي والافلام اللي احنا جايين نسالها، والافلام اللي جايين رساله عظيمه قوي انك فعلا تشوف حل، او انك فعلا تتحرك وتلاقي حل لنفسك واللي جواك. تتلحلح بس تتلحلح. المهم دلوقتي في نهايه الحلقه بيسأل كلمه بقى، بيسأل كلمه قول يا اسطى. طبعا اهم حاجه اهم حاجه يا جدعان، بقول رساله للشعب كلها: تعالجوا بس. صح، تعالجوا روحوا تعالجوا. انتوا مرضى، كلنا مرضى شويه. ايوه بس كده وبس كده يا جدعان. نحب ننهي الحلقه. ممكن نقول حاجه؟ الحلقه ساعه وربع، يعني احنا حرفيا يا عم دي حاجه حلوه. احنا ما قعدناش ساعه وربع، فاحنا ممكن ننزل حلقه كامله على بعضها، مش شرط نقطع فيها. لا ما تتكسلش بقى. اقطعها ليه؟ طب ما هي ساعه وربع بس يا حبيب قلبي. انا ليه اقطع فيها؟ ما هي ساعه وربع يا بابا. قطع بس، شيل الحاجه اللي قلت لك شيلها. طب ماشي، انا هشيل. قلت انت كل ده عم تسجل اصلا لسه بسجل. وحط اسمه ايه ده، انا مش هخليها جزئين بس. ماشي. وحط بس، حط الفاجوالا بقى اللي هي الافلام اللي لا تقلق. ماشي. وحط كح، يعني كح في الكوبرايت يا انهي الحلقه يا اسطى. ماشي يا اسطى ماشي. بس يا جدعان كده كنا حلقه جامده جدا، حلقه موت. اتمنى تكون عدت خفيفه لطيفه ظريفه على قلوبكم. يعني دي الحلقه الرابعه من السيزون الاول، وهنجيب وكان معانا ضيف غالي جدا على قلوبنا، عادل امام يا جماعه. عادل امام الاستاذ باسم. عادل امام انا بعشق الراجل ده. خلاص بقى عشان بكسب بقى. بس كده راجل قسما بالله كانت حلقه جميله جدا، واتمنى تتكرر تاني. هي كده هتتكرر تاني، بس هتروح مني فين عادل امام؟ يعني هتروح مني فين؟ اوكي اروح بقى مع نبلبه بقى. صح، عنده حق. بس يا جدعان، واشوفكم بقى في الحلقه الجايه. استنونا، يعني مش هتروح في حته. يلا جود باي.